مع تكرار مشاهد الحروب والقتل والكوارث الطبيعية والحوادث المأساوية، الناس اللي بتتعرض للظروف دي كتير معرضين وبشكل كبير إنهم يصابوا بحاجة اسمها اضطراب كرب من بعد الصدمة. أهلا بيكم، ومعاكم نهلة أحمد، أخصائية نفسية، وهتكلم معاكم النهاردة عن اضطراب كرب من بعد الصدمة. الصدمات النفسية بتحصل نتيجة تعرض حد لحادث فوق احتمال الشخص العادي، أو حادث كان هيخليه يفقد حياته، أو ممكن إنه يشوف حد بيتعرض لحادث خلاه أفقد حياته. وأمثلة الحوادث دي زي التعرض للكوارث الطبيعية زي الزلازل والبراكين، والكوارث الناتجة عن الإهمال زي انفجارات في محطات القطر أو غرق السفن أو حوادث السيارات، أو التعرض للاعتداء زي الاعتداءات البدنية أو الاغتصاب أو التعذيب الوحشي زي اللي بيتعرض ليه المعتقلين جوه السجون. كل الأحداث دي أو مشاهدتها بتعرض الشخص اللي شافها إنه يصاب بحاجة اسمها اضطراب كرب من بعد الصدمة. اللحظة دي وقت الحدث ده مخنا بيتصرف بثلاث طرق مفيش غيرهم، ودي تصرفات لا إرادية ربنا حاططهم في نظام مخنا عشان نقدر في الوقت ده تحديدا ننجو بحياتنا. الطريقة الأولى وهي الهروب، إنك تهرب من المكان اللي بيحصل فيه الكارثة. وممكن نفتكر وقت حادثة قطر السنة اللي فاتت لما أم سابت بنتها جوه محطة القطر وهربت لمجرد إنها للأسف شافت النار. ده مش تجرد من المشاعر أو وحشية منها أو هانت عليها، لأ، في اللحظة دي مخها هو اللي أمرها تتصرف إنها تتصرف بالشكل ده وإنها لازم تهرب. وفي قصة تانية كانت لناس عايشين في راس غارب في الغردقة، ولما حصلت سيول من كذا سنة اللي حصل إن أسرة كاملة هربت من البيت وقت السيول لأن البيت كان غرقان، وسابوا أصغر طفل فيهم وما افتكروش إن هم سابوه غير بعد يوم كامل، ولكن الحمد لله الطفل طلع عايش وسليم. الطريقة التانية هي الاستسلام أو التجمد في المكان، بمعنى إنك بتستسلم تماما وما بتعرفش تتصرف في اللحظة دي. وأكبر مثال على كده لو أنت بتعدي الشارع وعربية هتخبطك وخلاص قريبة جدا منك، في اللحظة دي ممكن تحس إن أنت متسمر في مكانك ومش قادر تتحرك ولا عارف حتى تنقذ نفسك، رغم إنك ممكن تجري وتنقذ نفسك بكل سهولة، لكن ما بتعرفش. وكمان لو عدى عليك حد وثبتك أو هددك بالقتل، أو واحدة بتتهدد بالاغتصاب، في اللحظة دي بتستسلم تماما، وده اللي مخك في الوقت ده خلاك تتصرف بيه عشان تقدر إن أنت تنجو بحياتك. لأنك لو حاولت تقاوم، أو لو كانت البنت دي حاولت تقاوم، ممكن تفقد حياتها. ففي اللحظة دي المخ بيدي الإشارات للإنسان إن هو يخليه يقدر يحافظ بيها على حياته، فما بيبقاش قدامه غير وسيلة واحدة بس وهي الاستسلام. الطريقة الثالثة وهي المواجهة، إنك تواجه الخطر وتقدر تتصرف وفي نفس الوقت تنجو بحياتك. لكن عشان تقدر تعمل كده محتاج تدريب كبير جدا يتخزن جوه ذاكرتك ويخليك فعلا وقت ما تتعرض للخطر أو كارثة تقدر تحاول إنك تتصرف، زي مثلا رجال الإطفاء اللي بيكونوا وسط النيران، أو البنت أو الولد اللي بيقدروا يدافعوا عن نفسهم وقت التهديد أو الخطر، زي الطفل لو متدرب كويس إن هو يقول لحد لأ لو هيعتدي عليه، ويقدر إزاي إن هو يحمي نفسه. الأمثلة كتيرة جدا، لكن هنا السؤال، هل ممكن أكون متدرب على كل شيء ومع ذلك ما أقدرش أواجه؟ أحب أقول إن مفيش حد يقدر يتدرب على كل كارثة، لأن في كوارث دون الحسبان وفوق احتمال كل البشرية، زي اللي حصل على سبيل المثال في استراليا في الحروق اللي كانت شغالة الفترة اللي فاتت. رغم إن البلد بلد متقدمة جدا، إلا إنهم ما قدروش يتصرفوا لأن الحريق كان تحت السيطرة. فرجاء بلاش اللوم على الناس وكلام من نوعية أنت ليه هربت، أو ليه وقفت، أو ليه ما عملتش شيء، لأنك معرض لنفس الوضع، ممكن تتصرف بنفس الطريقة وممكن أسوأ كمان. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. ما تنسوش اللايك والشير، وخلوا الناس تعرف أكتر عن الصدمات النفسية.